هو من شغل الرأي العام العالمي خلال اعتقاله من قبل العدو الإسرائيلي، ليس لأنه معتقل بل لأنه أصغرهم. فمن هو الذي كان كلما اشتد الضغط الدولي على إسرائيل وعملائها كلما كان التعذيب أشد وأقسى؟ كان عمري حدود 15 سنة لما أخذوني على المعتقل الأخيم. أخذوا بيي، رجعوا بعد جمعة أخذوني أنا، ورجعوا بعد جمعة ثالثة أخذوا أمي. ليه أخذوك وقتها؟ بيي كان يشتغل مع ناس بالمقاومة، كنت أنا ودي معلومات ما أعرف شو هن. كانوا يعلقوني على عمود الكهرباء، يشلحوني يضلني بالبوكسر ويزتوا علي مي مسقعة ويجلدوني. وقعدت بهيدي الغرفة الحواكير اسمها، قعدت جمعة زمان فيها. وبالتحقيق ياخذوني ويجيبوني عند هول الغرف مثل السنافير اسمهم، هول بياخذوا منك معلومات لحتى تعترفي لحتى يوصلوا للمحققين. هيدي لما كانوا يعلقوني على عمود الكهرباء ويضربوني. هلا طلعوا لي مثل كيس هون فيها، عملوا لي عملية وما نجحت، رجعت عملتها هون أنا بلبنان لما طلعت من المعتقل. بعدها صار في أثر بعدها في أثر هيدي من ورا ومتأثر على مشيتك شوي صغيرة. ايه. قضيته دفعت بقداسة البابا إلى لقائه بعد تحريره بصفقة تبادل. وطلبت فيه أنا فرنسا، جاك شيراك. ايه طلعني ورحت على إيطاليا. أخذوني على إنه كنت أصغر معتقل وهيك، أخذوني لفوق. تحكي عن شو صار معك؟ ايه وقبلوني بالبابا، قعدت مع البابا كمان. شو قلت له وقتها؟ قلت لهم، صار يحكي السفير هونيك، قال له انه هيدا كان اصغر معتقل وكان يتعذب ويتعلق على العمود. كان في يمكن اهتمام دولي فيك لانه كان عمرك الصغير. كنت عمري صغير وكان يجيني رسائل، هلا بفرجيك عليهم، كان يجيني رسائل من برا، من اطفال من بلجيكا، من فرنسا، من المانيا، كلهم معي. وعملوا مظاهرات على يدي، وبفرنسا ضووا شموع. كلهم موجودين الرسائل معي. ورحت على ايران كمان، قعدت شهر كمان زياره. طلعت انت قبل التحرير بشهرين نتيجه لضغوطات دوليه. ضغوطات دوليه، ايه تبادل طلعت انا وبيي وغيرنا 10 12 واحد كان مع الاسرائيليه. كانوا عم يبدلوا تبادل، بس كانش بيي يظهر الا كان بده يظهر بيي لحاله، على قده مريض بيي، كان كتر التعذيب صار عنده شيء بالكلى وهيك وضغط وقلب. هلا بعده مريض بيي، ما كانش يقبل يطلع بيي الا ما قال له ابني كمان بدي يطلعوا معي. اخر شيء تفاوضوا وكان ضغط من فرنسا وهيك وطلعوني. بفخر واعتزاز يرينا ما أرسله إليه أطفال العالم من رسومات كانت آنذاك من وسائل التضامن. من برا، من دول برا. هذه صورة انه بيعطيني اياها هونيك انه تضامن معي ومشتركين. كمان هيدي كمان من بلاد برا، من يمكن بعتقد من بلجيكا. قد ايه كانوا يأثروا فيك هدول لما شفتهم؟ هولي انا لما طلعت عن المعتقل شفتهم. قد ايه أثروا فيك؟ كثير أثروا فيي، إنه شوفوا الأولاد إنه متضامنين معي، إنه عرفوني إنه كنت أصغر معتقل وهيك، صاروا يتضامنوا معي، كانوا يعملوا مظاهرات على يدي ويضووا لي شموع وهيك. كانت توصل لك الأخبار أنت بالمعتقل؟ كانوا كل ما يجي حدا جديد على المعتقل يقول لي عمي من هو علي توبة؟ أقول لهم أنا. يقول لي عمي خربين الدنيا على يدك، إنه أصغر معتقل وهيك. يخبروك شو عم يعملوا؟ يخبروني شو كانوا عم يعملوا اعتصامات ربما سلب العدو الإسرائيلي جزءا مهما من حياته، إلا أن الأكيد أن علي سخر ما تبقى منها ليكون شاهدا على إجرام عدو لا يميز بين طفل وشيخ، عدو فقد الإنسانية بكل تفاصيلها. رشا الزنهاشم، NBN.